كلمة على الماشي. أغلب الناس بتعاني من وجع جواهم مأثر عليهم بشكل كبير، مخلي روحهم مطفية. اللي فقد شخص غالي، واللي عاش فترة حزن مش قليلة، واللي اتصدم في أقرب الناس ليه. هتلاقي كل واحد عنده حكاية وحكاية، لو سمعتها هيصعب عليك. وبين كل 10 أشخاص هتلاقي 9 منهم مروا بصدمة واحدة على الأقل في حياتهم، ومن يومها مش عارفين يرجعوا تاني نفس الشخص بتاع زمان. عشان كده بقول هونوا على بعض ورفقا بالقلوب، لأن كل واحد فيه اللي مكفيه وزيادة. مهما اتأخرت هتفرج وهتتحل بطريقة أحسن كتير جدا مما كنت تتمنى أو تحلم. ارضي واقبل وثق وآمن، وهتشوف بعدها العجايب. السجن اللي كان فيه سيدنا يوسف رغم قضبانه كان مكان بيبين عظمة رب الكون وقدرته، من ذليل مسجون بتهمة مخجلة لحاكم خزائن مصر كلها. فخلي قلبك مليان يقين وأمان إنك في عناية رب الكون. ربي يقضي حاجتي وحاجة كل من قال اللهم أمين يا رب العالمين.